كيف الصرامة والعهد الحزم والعزم القبض على مواطنين ليش؟ بتهمة التسول. يعني مواطن ضاقت عليه الحياة، ضريبة تكسر الظهر، قصفوا بأم الراتب، يا الله يكمل نهاية الشهر بدون ما يتسلف. ضاقت عليه الحياة، كهرب، بنزين، غلاء أسعار، غلاء السكن، ضاقت عليه من كل مكان. طلع في الشارع، تخيل معي شخص، ما أبغى، أنا قاعد أحاول ألطف الكلمة، بس شخص إلى حد ما راح في مكان يطلب الصدقة، يطلب الناس إنها تساعده فلوس. أنت تخيلت كيف؟ تخيلت الحواجز النفسية اللي تخطاها هذا الشخص؟ حاجز أول، ثاني، ثالث، رابع، يعني إلى حد ما كأنه بذل وجهه أمام الناس عشان يعطون الصدقة. يعني هل تعتقد أنت أنها سهلة؟ لا. مواطن قبضوا عليه ليش؟ بتهمة التسول، بدل ما الأصل يتم معاقبة المسؤول اللي للأسف الشديد حد مثل هذا المواطن على التسول. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا قاعد أحسب أرقام أمس بالملايين، مشغل آلة حاسبة والآيباد ويحول من العملة الفلانية 54 مليون في أسبوع على 12 لاعب فقط. قيمة كسر عقود اللاعبين في السنتين الماضية 4 مليار قيمة كسر العقد فقط. وأبشركم قبضوا عليهم بالجرم المشهود. صوروا هذه الصورة. أنت كنت متخيل أن مليارات، صح؟ متسولين تم القبض عليهم والتشهير بهم. امرأة ورجل كانوا يطلبون الناس صدقات، أكيد ما راح يكون معهم أكثر من 100 ريال. هذه الحكومة تشوفها جرم، بس مليارات على اللعيبة و100 مليون على اللاعب الفلاني و100 مليون على اللاعب الفلاني، لا، هذه مش جرائم. بس هذول يطلبون 5 ريال و10 ريال عشان يأكلون، لا، لازم يتم القبض ومكافحة التسول، لازم. والله وضع في غاية البؤس. يعني أتذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل لعمرو بن العاص لما خلاه والي على مصر، وسأله، قال لو جاءك سارق إيش راح تسوي فيه؟ قال أقطع يده. قال لو جاءني جائع قطعت يدك. شفت كيف؟ بس شغل عقلك وفكر، يعني شغل عقلك قبل تموت، غبنة تموت وانت ما استخدمته. عموما لو معنا حاكم عادل، هل راح يتم القبض على مواطنين طلبوا الصدقات، أو راح يتم القبض على من صرف المليارات على لاعبين؟ تدري ايش البلا؟ انهم لاعبين، يعني راح يخدمونك 2-3 سنوات وخلاص. حتى المليارات ما صرفت مثلا على البنية التحتية الرياضية، على بناء ملاعب، بناء مؤسسات رياضية عريقة، لا، صرفت على لاعبين. أقل لاعب عمره 29-30 راح يخدمك 2 موسمين وبعدها مع السلامة. والله ميزان مختل، والله الواحد ما عاد يدري ايش يقول فعلا. والله هذه الحقبة راح تسجل بالعار في كتب التاريخ. القبض على مواطنين لأنهم طلبوا 5 ريال و10 ريال، في نفس الوقت اللي تصرف مليارات على كم لاعب وعلى كم مغنية. كلنا قاعد نشوف تويتر مثلا واللي قاعد يصير فيه. تكفون فاتورة كهرب واحد يسددها، متخيلين فاتورة كهرب رب الأسرة مش قادر يسددها، ولو طلع في الشارع وقال للناس ساعدوني قبضوا عليه بتهمة التسول. منصة إحسان، منصة شفاء حقت العلاج. وفي نفس الوقت اللي الناس والشعب قاعد يمر بضائقة مالية والضريبة كاسرة ظهورهم والرواتب نازلة وغلاء الأسعار، في نفس الوقت 100 مليون لكريستيانو، 45 مليون للمغنية الفلانية عشان تيجي ترقص وتغني.